المدربة الدولية جنان أكرم للتحكم بالتأتأة، هذا التخصص الغريب، مساء الخير حياك الله، راح تشرحي لي عليه أكثر أولا، وثانيا لماذا في تيم موجة وعي؟ أول شيء أهلا وسهلا بكم، نورتونا كلش، شكرا لأنه شاركتونا اليوم حفل انطلاقة افتتاح منظمة موجة وعي. التحكم بالتأتأة، احنا دائما نسمع تأتأة تلعثم وتعتة، بس ما سمعنا أبدا فشيء اسمه التحكم بالتأتأة. يعني بالتطورات اللي صار اكو برنامج تأهيلي لكل شخص متأتئ يقدر يتحكم بالتأتأة عن طريق تقنيات أو تكنيكات بالتنفس. هاي تكنيكات تأهله انه هو يكون متحكم تام بالتأتأة، وياها طبعا لغة جسد، وياها شلون الشخص يعرف يتواصل بصريا، شلون الشخص يعرف يعرف عن نفسه بدون حواجز، بدون خوف، بدون ارتباك. اما ليش بموجة وعي؟ موجة وعي هو من اسمها وعي، احنا صراحة عندنا فقر بوعي عن التأتأة او عن التحكم بالتأتأة، فانا اختاريت لانه التوجه واحد، الرسالة واحدة، الإيمان واحد. فإحنا بموجة وعي عندنا أكثر من، يعني عندنا الجانب النفسي نهتم له كلش، بعلمية كلش مهمة، مهنية كلش ممتازة، بالإضافة إلى تدريب عملي وكسر حاجز الخوف، يعني هو المواجهة. لذلك إحنا نقدر نأهل الشخص المتأتئ أنه هو يتحكم ويواجه المجتمع. ركزت على تفصيل التأهيل وليس علاج أو تحكم بالأحرى بصيغة أسلم وأنطق. لماذا تحكم؟ هو الشخص اللي عنده، إن يصح التعبير، حالة مرضية، راح يقدر يتحكم بها؟ راح يقدر يخليها تجي وتروح مثلا؟ بالضبط، سؤال كلش مهم، لأنه التأتأة هي مو حالة مرضية، هو اضطراب يصير بالشخص نتيجة صدمة، أزمة، حادث إلى آخره، فأول رد فعل للجسم نفسي؟ ممكن مرات نفسي بنسبة كلش كبيرة، نفسي ممكن تجي نتيجة حوادث، يعني شخص مثلا ينضرب براسه أو حادث مروري فيتأثر، فتتأثر أعضاء النطق، لذلك يصير عنده تأتأة، والصدمة همينة تسبب التأتأة. لذلك التأهيل، لأنه احنا حنشتغل على جانبين، الجانب النفسي والعملي بنفس الوقت. أنا السؤال الأخير وحتى ما نأخر عليكم، مبارك الافتتاح مقدما. لمن لم يقتنع بتخصصكم النادر، شنو تقولي له وهذه كاميرتك؟ بصراحة احنا ب 2025 اعتقد كنا نحتاج منه يسمعنا، نحتاج نعرف نفسنا اكثر، نحتاج نؤمن اكثر، بعيدا عن خلينا نقول المثاليات الزايده، بعيدا عن المعايير اللي مطلوبه هسه اللي ما إلها صحه. فخلونا شويه نعرف احنا شنو نحتاج. لما نعرف شنو نحتاج راح نعرف احنا شنو، يعني راح شنو ندرس عليه، شنو نطور من نفسنا. مثلا اني متأتئ، اني احتاج كذا كذا كذا، اسعى بيهن حتى اني اصير الشخص اللي اني اريد اصيره بالمجتمع. المدربة جنان أكرم، شكرا جزيلا بالتوفيق. شكرا لكم، شكرا على المشاركة.